يبذل أعوان النظافة مجهودات جبارة لرفع النفايات، ولكن رغم مصاعب مهنتهم فإن هذه الجهود تقابل بعدم اكتراث من الحكومة والمواطن على حد سواء. ففي كثير من دول العالم يكون راتب عامل النظافة هو الأعلى مقارنة بالعديد من الوظائف والأعمال الأخرى، ذلك أن هذه المهنة هي الأكثر مشقة وتتطلب المزيد من الجهد الميداني والصبر. إلا أن ما نشاهده ونعيش تفاصيله ونلمسه ونسمعه يوميا هو العكس تماما، فعامل النظافة في تونس يتقاضى راتبا زهيدا لا يوازي حجم التعب والمعاناة، وغابت عنه جميع مقومات الصحة والسلامة المهنية. لكن ما فيش بعد قال لنا 15 يوم الاولى على رجعنا كي اسمه خدمه كبار، بعد اسمه خدمه كبار تو شغل تلعب الناس هي ما تعطيش زياده، قاعدين معنا حقوق المنظمه عندنا. ومطالبكم شنو بالضبط؟ مطالبنا نحكي على زياده بك وعدونا به. والصحه والسلامه المهنيه وين؟ احنا ما شفناكش نورمالمون تبدا عندك كواندوات كلنا عن كذلك كما يقول المرة ما يجيبوش تفضل زوجي من واحد. ولا يقتصر دور أعوان التنظيف على رفع النفايات فحسب، وإنما يتعدى دورهم ذلك في كثير من الأحيان ليطلعوا بوظائف أخرى مثل صيانة المعدات وإصلاح الجرارات المعطبة وتغيير العجلات وغيرها. وهنا كانت لنا مرافقة لأعوان التنظيف إلى حي النور بالكبارية، حيث سيتم تغيير إحدى عجلات العربات المجرورة، وسنفسح المجال للصورة لتعبر عن هذه المعاناة وهذه الظروف القاسية للعمال الذين حرموا أبسط حقوقهم القانونية والمشروعة. كليك معناه هذا نعمل واحد تاع حديد كليك باش عاملينه ريت عاملين حديد الماتريال ما فهمناش ويقولوا راس منير ما عادش يحبوا يخدموا، ما فهمتش علاش الكلمه هذه. المواطنين يقولوا ما عادش يحبوا يخدموا. المواطنين احنا ديما ضد، نحن المواطنين ضدنا احنا، ما فهمتش علاش. صاير فين الشمته صاير فين كل شيء، راكم ترسموا متبسين. ليش المره يقولوا هنا ما عندناش حق باش نطالبوا بزياده، احنا باش ما عندناش حق ماناش توانسه احنا باش نو. كان تحت كان شوف ربي العاش مركب ومنحاه وقد ما كانت تكلف شوف الركريك ما دمش الركريك واش قاعد وبي ما عندهم قالك ما عندناش
قال لك يخدم هكاك. لم تعمل قاطعين بحقوقنا، لا حتى شيء، لا خدمه لا شيء، وفي الاخر 2003 صبوا لنا هاك السنين اللي مشت الكل مشت علينا، مشت علينا السنين الكل، يعني حتى شيخوخ ما تحصلوش عليه. والله تو عمري 55 سنه، انا وغيري يعني سنين ضايعه كيك حرام، ولا حق لا واجبات لا شيء. زبله احنا قبل الثوره احنا 81 خدام، تو ما ثماش 40 خدام قدام، فهمتني؟ معناتها المواطنين معناتها يتشكوا من احنا تو التوصيلات هذه ما عندناش، هذه كانت في لكان يعني نفرغوا في فياج برك، والاكثريه الخدمه تبقى نقول غاديك، فهمتني؟ بالسيف نغرب وناخذ في ديريكتور ونروحوا، والبقيه كل تبقى باش تخدموها احنا، اللي يوصل البرشاكير ما ثماش هذا. هذه المشاكل كلها، ناقصين ماتريال وناقصين خدام وناقصين كل شيء، ونخدموا في زوز كارتيات ونخدموا في 3 كارتيات. الساعه تقريبا في العامين نعدوا مره في العامين ولا الساعه يقص علينا ما يعطونا شيء، هم قاطعين شيء. تمشي غادي يعطيك فلوس، تشرب فلوس. ما عندنا شيء. قبل كانوا يعطوا زيك الصابون زيك هو ما قاعد نخدموا نفدوا ولا كيفاش. هو التنين يعطوا في العام 3 عام من عملات في الشتاء ناخذوا زوز كساوي باش نبدلوا بهم، ولا يعطونا في كيس واحد. ما ذنبش. العامين 3 ما فيهوش. البوت هذا نتاعي انا ماهوش شاري هنا، يعطونا في بوت ما يسلم ما يسلم حتى شيء، ما فيش حمايه، هذا شاري هنا هذا، فهمتني؟ ويجيبك البوت يجيبوك في الصيف باش شتاء يجيبوها في الصيف، ومتاع الصيف يجيبوه في الشتاء. وفي مراكز تجميع النفايات تتجلى بقوة غياب أبسط مقومات العمل اللائق التي تحقق كرامة العاملين في القطاع، حيث تفتقد هذه المراكز للحمامات، وحتى إن وجدت فإنها غير صالحة للاستخدام وتكون في وضع مزرٍ. وهنا تمعنوا جيدا أين يحفظ العمال أدباسهم. وأما فيما يتعلق بالمعدات فحدث ولا حرج. بالنسبة للمعدات تشوف معي والله جراب يمشيش عادي، حط ما يمشي لما تحط له يلزم ديما كما تشوف بالنسبة للتعمير، تصب له الماء يفرق من الماء بالوقت. مثلا ما ساعتين وحدنا نصلحوا وحدنا نريلو ثم ساعات تجيك كاميونه يخدموا فيها خدامه ما عندوش يمشي هاك ساقه مدالي في الكاميون،
ما عندوش الحق مسكين يجري ورا الكاميون تبدا فيها مرجبيه يطلع فيها. التراكتور ماهوش زاد ماهوش محنه بالنسبه للخدام، ساعات يبدا وراء تتخرب الامور. العجله بثلاثه بولونات 5 بولونات تشوف فيها حتى دور زود 3 بولونات كل عجله. نحن نتحايلوا باش نكمل نخدموا بها خدمه. الضوء ما فيهوش في الليل زاد ياسك، ما ثم حتى حاجه محميه بالنسبه للامور مثلا. يعني احنا وصلت بريود تتعبينا عندنا 5 جرارات، احنا تتعبينا ال5 المجرورات بتاعهم بالزبله ما نلقاوش باش نفرغوهم. ما نلقاوش نفرغوهم. اي نورمالمون هذه تخدم ب3 ب4 فواياجات، ما تخدمش بواياج واحد، يعني تعمل 4 حمولات من كل بلد. ما نلقاوش تتعب الفواياج ما تلقاش وين باش تفرغ. هذه هي المشكله. المشكله الثانيه تاع التراكتور بان عباره سيئه، عباره تكسر ولا الزبله. ميكانيكا تشوف على عينك، هذايا نمر موبايلات كانوا برا. هذه سببها يعني مش المواطنين، احنا سببها الميكانيك يتحط في وسط الماكينه، يهبط من الماكينه يتعاوج ديليكات وسلعه سقط. براوت تشوف البراوت تروح يعني عباره حيوان نزل بدائيين 500 كيلو البرويته بركه واحده فارغه خلي يبدا التصليح نصلحوا وحدنا في العجل، التراكتورات نصلحوا وحدنا. شوف الصبور فاضل. شوف احمد كيفاش تصلح الميكانيكيه كيفاش تحبوا يحبط غادي الدنيا سخونه منه. كان في الشتاء هو المطر، كان في الصيف هو القيله، والميكانيك يبدا سخون وهو يحط يصلح. شوف الدود صور له دود باش المواطن يعرفنا شنو عنه، مش يتكلم كيف يتكلم على الهواء وما يعرف البلد شنو هي البلد. البارح كباريه تخدم بالشرطه طيحوا له قدر واحد يطلب حقه باش حقه ما ثم حق مشروع تنظر فيه الدوله وتنظر فيه الاتحاد ثم حاجه يعطوها مثل ماشي في الامان. علاش تكرهنا العباد؟ علاش تكرهنا؟ نحن نخدموا للدود ونخدموا للوسخ ونخدموا للعراوي. هاك تشوف شمس رب العالمين هاك جيت على نظرك هاي ما لقيتش حد. انا نخدموا لين يجي وقتنا ونروحوا دود وسخ. كان نزق ستاسيون تاع لافاج تو والله لا العظيم لا تقعد فيها درجين. ايش نزق ستاسيون تاع لافاج؟ انا نكتب في لافاج منها في العمل اللي تصلح في ماتريال البلد ياكل شباب منين سنج يرجع السخانه للبيت. هاي انا ما نديرش هاي ما نديرش للشباب. انت ما نديرش للشباب ما احسن ما تدوش احسن ما تدوش الشباب. حط يدك زي الزبله هذيك زي هزيناها وقتها يمت الضراب نتاع المصب. احنا هزيناه حطيناه هنا باش ما تبقاش بعد المواطن. هزيناه كانت الساعه بعد رواحنا راه كانت جبال هنا وبداو ينقصوا منها تو. شم الريحه تشم في الريحه هاك واحد تشم الريحه والمواطن يقول لي راه انت حكيت كنتوا قبل الثوره قداه من خدامهم بعض 2300 خدام تو نخدموا ب 1600 خدام ناقصين 700 خدام. كيفاش باش نعوضوهم هذوك ب 100 خدام؟ عامله ريكروتمون تاع 100 خدام و3 ميكانسيانات تقريبا كل عام تنظيف قداه يعمل من كيلومتر كل يوم. لا كل واحد شوف انت والدايره تو كما الحراريه والكباريه نجم يعمل 60 كيلومتر في النهار. مش بفايده راهي فما دوائر كبار. البرتورباسيون نتاع الخدمه مش كان معدات برك بغض النظر على نقص الفادح في المعدات.
نقل أسطول إدارة النظافة يشهد تدهور فادح منذ الثورة، ثم برشا معدات ما تبدلتش ما تعوضتش. إضافة إلى ذلك التراكمات تاع الفضلات هذه المنزلية مش من جراء تقصير ولا عوان النظافة ولا التصليح برك، لا، اضطررنا في عدة مرات اخرتهم الاضراب الاخراني باش نجمعوهم في المستودعات، نرضوا باش نحوا الزبله من قدام دار المواطن ورضينا باش نحطوها في المستودعات، ومن بعد وقت اللي يحل مصب يقع رفعها. لانه نصطدموا كما قلت لك بتدهور الاسطول، مش ممكن باش نتمكنوا باش نرفعوا الفضل. فهمتوا؟ لا بلديه تونس انا كمسؤول على التوزيع يلزمني نامن يوميا 42 حصه 42 حصه، معناها يلزم نعمل 42 سيركوي بتاع بنت تاسوس و45 سيركوي نتاع رفع الحاويات. انا في بتولاه في 15 شحنه ضاغطه في بلد تونس ووصل العدد تاع حتى ال 15، كيفاش باش نامن انا 42 حصه؟ في وسائل الاعلام شفنا مثلا ماتريال جاء منين وين شفتوه الماتريال؟ تحكيوا لي على الهبه التركيه اللي 35 شحنه ضاغطه في 270 بلديه؟ معقول هذا؟ شحنه واحده. بلدية تونس فيما أدراك اللي من 2010 إلى يومنا هذا بتسانسة بلدية تونس وحدها كي تعمل صفقة تعمل 20 شحنة ضغط. اليوم بلدية تونس في الهبة التركية خذت شحنة وضغطة واحدة. اش خذت بلدية تونس؟ ولا عوضوا لها زوج شاحنات ضغطة أخرين بعد الثورة هذوما اللي تحركوا. هذاك اش عندها بلدية تونس؟ شو اللي عندها؟ الأسطول نتاعها اللي توا ولا لا بالمعطب بالفيراي بالكل 49 شحنة ضغط. فين يشتغلوا في معدل تاع 22 15. توجهنا إلى المصب المراقب ببورشكير لنقف عند مشاغل أعوانه، لكنهم ليسوا أفضل حال من أعوان النظافة، فمشاكلهم متراكمة ابتداء من المناولة وصولا إلى انعدام مقومات الصحة والسلامة المهنية. بعد 25 سنة خدمة شنو اللي بدل؟ النوت بتاعي 100 والكاتيجوريات جاوني زوج كاتيجوريات برك. مازال لي عام على الانتريت. وشنو هو المشاكل اللي تتعرض لها في الخدمة بتاعك؟ برشا مشاكل. احكي لنا. ناخذوا نهار العيد ناخذوا ب 4500 ولا 5000 فرنك بتاع نهار العيد. وإذا كان تمرض ولا تمنك ولا تصير لك يقصوا لك 17500. وإذا كان جيت تخدم يعطيوك 4000 نهار العيد. الناس تلقاها مبدله ومنظمه وتحوس هي صغيره واحنا تلقانا غاسلين. بون داكور هذيك خدمتنا وواجبنا نقوموا به، مي فماش مقابل. انا نحكي على مصلحه التنظيف، قاعدين نخدموا قاعدين باذلين مجهود متضاعف. الوسخ هذيك فما حاجات اخرى خلات الوسخ تزيد. اما بالنسبه للعون بلدي عامل ولا سائق ولا حاجه قاعد يخدم وقاعد يبذل في مجهوده واكثر من مجهوده. الماتريال زاد الماتريال تاعك فماش ماتريال. انا طبيب يمكن شفته عندي تو تقريبا نقول 10 سنين. اي نعم انا نحكي على روحي. مو طبيب بالاستدعاء يعني ناخذ استدعاء ونمشي للطبيب ما يقارب ال10 سنين. انا من اللي عملت الفاكسان عندي ما يقارب 10 سنين. الادواج والبستيرات ثابتين لاقصى درجه. قداش من ساعة؟ انا مباشر الخدمه من 6 نتاع الصباح. وقتاش تروح؟ انا مش نسوق الخدمه من 10 نروح وقتاش نروح. ساعتين تو. هو ساعتين وترجع. احنا مثلا ندخل الشاحنات والجرارات نحاولوا ناخذوا نحن المعدل الطناج نتاعها. والطناج يتمثل الكون تدخل الشاحنه بالدشيل الموجود فيها، نعدوا الكانون، ناخذوا الماتريكول نتاعو، ناخذوا المعطيات الشوفير والبقعه اللي جاي منها والبلديه تبعها بالنظر اليها. معدل البريد الاخراني وقعت شويه اضطرابات في العمل، وبعد كل الخدمه رجعت الطناج عالي شويه، يعني بمعدل تقريبا 2 طنات في اليوم.
حكم عندكم 4 ولايات وتقريبا 40 بلديه والشركات والادارات الحكوميه وما تبع نظري ذلك والشركات البريفي تخدم معنا. حكينا على ظروف العمل نتاعكم. والله على ظروف العمل نتاعنا لا محاله، لان نحن عندنا شويه مشاكل. هو من ناحيه الروائح نتاع الشاحنات اللي تجيب الفضلات، يعني تبدا الشاحنه ماهيش مغطاه، ما فيهاش خليل، تجينا روائح، تجينا المشاكل نتاع الكمين والتراكتورات اللي يوقع الضجيج الكبير اللي يولد برشا مشاكل اللي هي في الاذن. عندنا مشاكل برشا في الاذن، دونك هذه الحاله الاولى. الحاله الثانيه اللي ضرر كبير هو في الانف، رائحه الشم تكاد تكون منقطعه نظيرا جمله، وحتى كي شفنا جات بريود جابونا الطب وشافوا اللي ضرر موجود في الانف اللي هو باش يرجع للرواري ويرجع للبطن ويرجع للمعه ويرجع كل شيء. يعني الضرر يبدا في الانف، يبدا من الاذن، يبدا من العينين ويبدا على ظروف العمل تعبة برشا. ظروف العمل تعبة برشا. طب ما فماش البيب، ما فماش بيجي يزرقنا وتشوف الاكسيفيا وتشوف الغبرة وتشوف المصب كيفاش. تعبين برشا لهنا، ما فماش لا دبيب يجيك لا حتى شيء. لا وقاية لا محسنون، ما فما حتى شيء. نخدم على السياسة هنا، لو تشوف الحالة اللي نعيشوا فيها، براكة وين تصب المطر والشمس والواحد تشوف شنو هي البراكة اللي عاملين هنا نعسوا فيها. تشوف الحالة الغبرة والمصبة من هنا لحتى لو البراكة باش نعسوا محترمة شوية ما فماش. هذه الغبرة نسموا بها ونوصلوا بها مسا. هذه وكي مثل البيل هذه كلها مثل البيل، ما يشربوش شربان. ما يشربوش شربان هذه. هذه كلها فطور، هذه فطورنا. يا نعمل في برو انا ما يردوني نص ذا يردوني ولا يردوني. مشكلتنا نحن مشكلتنا هي تعرف شنو الوسخ. ماهيش خدمة بتاع 8 سوايع هذه خدمة بتاع ماكسيموم 6 سوايع. 6 سوايع و بتاع 8 سوايع وتنجمش. حتى تجي الصباح 12 ما عادش. تجيكم طبة تعدي عليكم يعطوا فيكم في الحليب، يعطوا فيكم في لا الحليب يعطونا في اساسنا كل يوم باكو فانتي فلوس تجي في الحليب. مع شهريا. والطبيب يجيكم يعدي عليكم؟ الطبيب والله ما نكذبش عليك، الطبيب تو عندي مدة بريد معناتها ما يقارب عام ويش. ما شفتش. كل واحد يعطيه حق، ما شفتش. شنو مطالبكم؟ مطالب معناتها هي الأكثرية ماهيش معناتها الأكثرية مثلا اجتماعية معناتها تحسين واحد يعرف روحه وين ماشي، وين علاش قادر يخدم، فهمتني؟ عنده هدف مثلا، الانسان عنده هدف. يعني انا تجي تخدم ما تدريش على روحك. قالك نسكت الماكينه، الشرطه نسكتها ونوصلها غادي نسكتها ونروح نقول يا ربي هذيك الحق كي ما نضربش واحده. شوف انت ساعه انت تشوف انت البرباسه كيفاش يبدا يتبع فيك من 10 ومن 10 ومن بدها ب5 ومن يديك ب5. اللهم من البشر. ظروفنا حزينة، ظروفنا مسبتة زبلة راهو شبيه. أنا أمنيتي الوحيدة تتنحى الحكاية المولى ورسمي تتنحى حكاية المولى. بالنسبة للدبان، الدبان هذا هو عايش معنا، هو قاعد على شمال يقرب السير تسخن الدنيا. شفتك الزبدة الشيحة هذيك، الزبدة الشيحة ايش تعمل ايه؟ تعمل لك الدبان
الفرخ بتاع الدبان الصغير هذاك مشكلة فيه هو، تعرف شنو المشكلة فيه هو؟ ورواية حفظ نحكي لك طرفة ثالثا ترى نخدم لهنا نسيت البورتابل نتاعي والله اتصل عن بالله في تعرف مشيت باش نجيب البورتابل من الكازير وقفت الماكينة حطيتها على جنب وانا مشيت جبت البورتابل ومشيت انا باش نطلع في الماكينة ونشوف في يد بتاع مرأة هبط يد استغفر الله ساقي بتاع مرأة معناتها ساقي مرأة محنية صدق بالله شهر كامل النوم اللي يجي ما نجمش نرقد وحدي. انت الزبله هذه كي يجينا كل يوم نعانوا فيها كيما هكا اللي هي ممنوعه ما تدخلش على جمله واحده. انا واحد مرض، انا واحد الناس مرض قلت 4 شهور في السبيطار فهمتني؟ وهذه الكليبات صورها وشوف يوريك العينه بالضبط. يقولوا انا سمعت يقولوا ما تجيش الزوارق هاي الزوارق ممنوع هذه بتجي هنا ممنوع هذه ممنوع بيجي اجي فمن اجي تمارين يضربوا كوامل كل يوم يجوا 4 5 كوامل يجيبوا شكاير بس بتاع الحروب كل يوم يجوا هكا تجيك معاك ثم هواء خارج شنو هذا بالضبط فصل هنا هذاك غاز هذاك الزبله مخمر هذاك يوتر الاعصاب نتاع العباد هذاك الشيمون هذاك يخدر حس العباد يخدر حس اللي يشم هذا تحت التراب مردوم معناها الزبله مردومه وقاعد خارج في الهواء في الغاز هذاك الهواء هذاك يشم العباد هذاك تخدر هذاك ولي عندها اعصاب زبله فوق زبله تعمل شيء هذاك صح. انا حتى بالفرجاني نخدم في الاكسيفيا معناتها الاكسيفيا هذه كله حشرات وهذوك مواد كيميائيه وهذا شو الاكسيفيا فسر لنا بالعربي؟ الاكسيفيا ما يكحل يسموها فهمتني؟ شنو تخدم شنو الوظيفه نتاعك هذه؟ لهنا نخدم في الاكسيفيا ايه تنظف الماء؟ لا فما حلاق من عدوهم اكسيفيا وهذا كل شيء فهمتني ونسوا بيدينا ما نمسوش لا بقون ولا حتى شيء ديما بيدينا نخدم حتى التينيت تاع خدمه لا حتى شيء نخدموا بالسبيدريه تاع مديار نجيبوا بها كل شيء. شنو انت عندك خلولي طلعت لك هاي حكايك من ما تنشف بالماء